السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة النادي الأهلي ومودرن سبورت اللي هو كان مودرن فيوتشر الأول. طبعا مودرن فيوتشر اتقدم بجون في الشوط الأولاني، وإمام عاشور اتعادل في الدقيقة تقريبا 40 في الشوط الأولاني قبل الشوط الأولاني ما يخلص، وينزل بيرسي تاو في الشوط التاني يجيب جون بالهيد برضو. ولكن جون امام عاشور بقى يعني ولا اجمل ولا اروع من ده جون. الجون رايح في المقص في التمانيات زي ما بيقولوا، صعب جدا على اي جون يجيبه. الاهلي عمل ماتش جميل جدا وجامد جدا، وتغييرات كولر كانت موفقه النهارده زي ما يعني اتعودنا منه دايما. هو صحيح بيتاخر في التغييرات بتاعته، دايما بيستنى للدقيقه 70، دايما بيبقى بيخلينا قاعدين على اعصابنا، ولكن تغييراته تبقى كلها منطقيه وايجابيه وبتجيب معاه نتيجه. والحمد لله ربنا وفقه ووفق النادي الاهلي وفاز على مودرن سبورت 2-1. الجميل في الماتش النهارده ان اللعيبه يعني بشوف حالة غريبة كده في وسط لعيبة النادي الأهلي، دايما بيحبوا بعض. حتى اللعيب اللي بيخرج بره لما بيخرج وبينزل حد مكانه والحد ده ينزل يجيب جون، زي ما حصل كده في ماتش بيراميدز لما إمام عاشور خرج ونزل قفشة، وقفشة كان هو السبب في أو هو اللي جاب الجون. إمام عاشور جري عليه وشاله وكان فرحان بيه كأنه هو اللي جاب الجون وبزيادة. ودي حاجة كويسة جدا في النادي الأهلي، وحاجة ما بنشوفهاش غير في النادي الأهلي. طبعا امام عاشور كان في الزمالك وكان عايش اجواء تانية خالص وما يعرفش الكلام ده، بس لما جه الاهلي اتربى على كده معانا واتعود على ده. يعني التربيه اللي اتربى عليها زمان في الزمالك نسيها خالص، مسحت من الذاكره تماما، وبدأ يتأقلم على اجواء النادي الاهلي، يتأقلم على النظام والسيستم في النادي الاهلي. مفيش لعيب في النادي الاهلي بيقدر يتجاوز حدوده حتى مع زميله، مش مع اي حد بره. ألف مليون مبروك للنادي الأهلي النهاردة، وإن شاء الله من انتصار لانتصار ومن فوز لفوز، وبإذن الله الدوري في النادي الأهلي، وإحنا أبطال الدوري، إحنا أبطال الدوري، إحنا أبطال الدوري، ومفيش فيها أي نقاش. لكن الغريب بقى في الموضوع الزملكاوية. يعني أنا كنت قاعد كده في مناسبة سعيدة، وكان في مجموعه من الزملكاويه موجوده. انا عايز اقول لكم كانوا زعلانين جدا ان الاهلي كسب الماتش، وكانوا قاعدين دمهم محروق، يعني كأن الاهلي كان بيلعب الزمالك. والله العظيم انا مش عارف انتوا كزملكاويه بتشجعوا مين بالظبط. انا خلاص، انا عن نفسي مش هعتبر ان اي حد زملكاوي لا زملكاوي خلاص. انا اي حد من مشجعي الزمالك او اللي كانوا مشجعين الزمالك، انا اسميهم مشجعين الانديه المصريه والافريقيه. ولما نيجي نلاعب ان شاء الله في كاس العالم ونلاعب دول، يعني نلاعب فرق من دول تانية، اوروبا مثلا والمكسيك والكلام ده، هنسميهم مشجعين دول العالم واوروبا وافريقيا، مش مشجعين نادي واحد. دول بيشجعوا كل الانديه ضد النادي الاهلي. اي نادي بيلاعب النادي الاهلي بيبقوا هم ضده، مش مهم بقى هو مين، جنسيته ايه، بلده ايه، ديانته ايه، مش فارق معاهم اي حاجه من الكلام ده خالص يعني. ولكن انا ببقى مبسوط جدا لما بيتحرق دمهم والله، لان هم ما عندهمش عقليه المكسب، ما عندهمش عقليه الاحتراف، ما عندهمش عقليه ان النادي بتاعي لازم ابقى في ظهره. يعني انا شفت النهارده الجماهير الاهلي خسران 1-0 في الشوط الاولاني، والجماهير بتأزره كأن الاهلي كسبان 5-0، وبالتشجيع زي ما هو، والروح زي ما هي، والحراره زي ما هي، وكل حاجه ماشيه تمام ومظبوط المظبوط ومفيش بعد كده. دايما الاهلي حارق دمهم، ودايما الاهلي مزعلهم، الاهلي عمهم وحارق دمهم. الف مليون مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله الدوري في النادي الاهلي باذن الله غصب عن اي حد. وربنا يعني مش بلاش ادعي عليهم، خليهم هم اصلا يعني فيهم اللي مكفيهم كزملكاويه مثلا، ولا هم كفايه ان هم بيشجعوا الزمالك، هاد عليهم بيه اكتر من كده. يعني هم كفايه عليهم قوي ان انتوا بتشجعوا الزمالك، مش هاد عليكم دعوه، مفيش دعوه هتبقى اكتر من كده يعني. فكفايه عليكم حرقه الدم والاعصاب والخزي وان انتوا ما عندكوش امل ومفيش سعاده ومفيش فرحه، فدي لوحدها دعوه يعني. والله كأن انتوا بتشجعوا الزمالك دي لوحدها دعوه. انا ببارك للنادي الاهلي وببارك على الفوز، ودايما الروح الجميله متواجده في النادي الاهلي، والف مليون مبروك وتمنياتي بالتوفيق للجميع. والنادي الاهلي باذن الله يبقى متفوق دائما وابدا. السلام عليكم.